اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف مبابي، والنهارده واخدك معايا الناردن فيستنج. هوريك كل حاجه عن ناردن فيستنج. ناردن فيستنج ديت يعني يعتبر الجزيره على شكل نجمه، وديت كانت اهم نقطه دفاع لهولندا. المكان دوت يا صديقي مليان بالتاريخ، فيه يعني تاريخ جامد جدا جدا جدا. حرفيا انا واقف دلوقتي في النقطة ديت هي اللي حمت هولندا. شوف دوت مشروم، بس دوت مشروم مش بيتاكل، دوت اللي بيستل الواحد بيطلع هنا في الغابة، وفي ناس بتلمه وتقوم منشفاه وبيعاه. يعني المشروم دوت حرفيا مخدرات طبيعية. شوف بسم الله ما شاء الله المنظر روعة. أنا دلوقتي هطير الدرون دوت وهحكي لك قصة المكان دوت بكل تفاصيلها، بكل حذافيرها، بكل حاجة عن المكان دوت. المكان دوت برضو يعني أنا جيته قبل كده، كنت خارج جولة كده مع مصريين هولندا، وعملت برضو فلوج عن الموضوع دوت، هسيبهولك فوق في الاي، ابقى ادخل اتفرج عليه كده. اخدنا برضو جولة في مركب، يعني البحيرات ديت اخدنا جولة فيها بمركبة. للأسف ساعتها ما كنتش لسه جبت الدرون، بس يلا نخلي الدرون يطير. المدينة ديت يا صديقي معمولة على شكل النجمة، ومليانة تاريخ من القرن الوسطي لحد نابليون. يلا بينا نشوف الحكاية. أخدت لقب مدينة سنة 1300، بس أهم لحظة مأساوية في تاريخها كانت 1572 لما الأسبان دخلوا في حرب 80 سنة، وبعد ما المدينة استسلمت حصلت مذبحة ناردن، قتلوا تقريبا كل السكان وحرقوا البلدة، وديت كانت نقطة غيرت مسار المقاومة الهولندية ضد الاحتلال الأسباني. بعدها بين 1675 و 1685 بنوا التحصينات اللي لسه موجودة لحد دلوقتي، 6 بستونيات على شكل نجمة، و6 رافلينيات وخنادق مائية مزدوجة حوالين المدينة. الفكرة ان اي جيش عايز يهاجم يلاقي نفسه مقفوش من كل زاوية. يعني عملوا حرفيا زي كماشة، بيمسكوا اي حد يحاول يحارب، او يمسكوا اي حد يحاول يخش على المدينة هنا يمسكوه في كماشة. كانت جزء من خطوط الدفاع المائي الهولندي. الفكرة العبقرية ديت انهم يغرقوا الارض حوالين المدن بعمق بسيط يمنع المدافع والخيول من التقدم. عشان كده اليونسكو سجلت الخطوط، تعتبر من اجمل الامثلة ناردن فيستنج دي كتراث عالمي والمحافظة عليها. الكنيسة الكبيرة اللي انت شايفها ديت سقفها سقف خشبي مرسوم عليه لوحات دينية من القرن ال15. يعني المكان دوت من الآخر مش مجرد مدينة صغيرة، دي كتاب مفتوح عن الحرب، الفن والهندسة العسكرية. لو جيت هولندا لازم تزورها. قولولي بقى في الكومنتات تحبوا اعمل جولة كاملة بفيديو جوه المتحف والكنيسة، ولا نركز على المنظر من فوق بالدرون وبس. يعني بجد انا دلوقتي نزلت الدرون وهاخد جولة كده على رجلي في المكان الجميل دوت. شوف يعني حتى الخريطة، شوف هي ديت الخريطة، حرفيا الجزيرة عاملة على شكل النجمة، وأي حد كان بيخش يحاول يضرب المدينة من أي جهة كانوا بيعملوا عليه كماشة من الآخر وما بيخلوهوش يعرف يخرج وبيقتلوه. عشان كده النقطة ديت كانت أهم نقطة في الدفاع البحري في هولندا. أنا دلوقتي هنزل أتمشى شوية وأتفرج على المدينة من تحت
يعني احنا دلوقتي اتفرجنا على المدينة شكلها عامل ازاي وعاملة ازاي بس من فوق بالدرون. هننزل دلوقتي ناخد لنا لفة كده من تحت ونشوف، يمكن نلاقي حاجة حلوة ويمكن ما نلاقيش. شايف يا صديقي، شايف المكان ده؟ كل ديت مخابئ كانوا بيستخبوا فيها عشان لو حد هاجم بيطلعوا منها. يعني من الآخر كده المكان دوت مش بس منظر جميل ومكان شكله حلو ومكان ثقافي وتاريخي، لا، المكان دوت لغاية النهاردة يعني مكان ليه وضعه في هولندا كلها، عشان دوت كان يعني كتاريخ نقطة دفاعية لهولندا. وفي كل حتة هتمشي فيها هتلاقي المدافع ديت لسه موجودة. طبعا المدفع دوت زينة مش حقيقي، بس الفكرة انه هنا في المكان دوت كان زمان برضو في مدفع زي ده، ولما كان في اي مركبة او حد غير مرغوب فيه بيخش المدينة من على طريق المية بيقولوا ايه؟ مدفع الافطار اضرب. يعني زي ما انت شايف كده كل المراكب ديت وكل الحاجات ديت ما كانتش بتتحرك غير بأمر من المدينة. ليه؟ عشان اي مكان، اي مركبة، اي حاجة تخص العدو كانت بينفخوها على طول، بيفرقعوها مفرقعات ذرية. بس ما شاء الله المركب ديت شكلها حلو قوي، نفسنا نجيب لنا مركب زي دي. قول لي بقى لو انت عايزني مثلا انزل مرة كده واقوم رايح يعني اخش الاماكن بقى والمتحف والحاجات والمخابئ اللي تحت الارض ديت، اكتب لي تحت في التعليقات، وانا عشان خاطرك انزل تحت الارض واطلع فوق وانزل واخرج وكل حاجة. بس اكتب لي في التعليقات انت حابب تشوف ايه وانا هنزل واوريهولك. وان شاء الله مش ناوي بس في هولندا، ناوي ما سيبش مكان في اوروبا الا لما اروحه. يعني ايه؟ يعني مش هسيب فيكي خرم ابره يا اوروبا غير لما اصوره لك انت. فاكرين الخروجه لما خرجت انا والمصريين في الجوله عند القلعه؟ اهو ركبنا المركبه دي. هسيب لك الفلوج في الاي اللي فوق، وادي مدفع هنا تاني. المدفع دوت والمدفع دوت برضو عشان لو جم من هنا يقوم برضو مدفع الافطار اضرب ابعتها له. بصراحة يا جدعان منظر البيوت هنا ما شاء الله تحفة. في هنا كافيتيريا، بفكر اخش اجيب لي حاجة اكلها، اصل انا بصراحة جوعت. يلا نجيب لنا واحدة بطاطس. طيب هو المكان كان زحمة فأنا خرجت مشيت ما جبتش حاجة، والمنظر بصراحة في المطبخ ما كانش مطمني، مش عارف، حسيت إنه مش تمام. ف يعني خرجت ودلوقتي بنتمشى في منطقة النجمة أو مدينة النجمة، بلدة النجمة، ناردن فيستينج. يا سلام على الزلموكة، حلوة المرسيدس دي اهو، ديت المرسيدس اللي انا بعشقها بجد. ديت المرسيدس بقى ايه اللي انا اعشقها، غير كده مش بحب المرسيدس. هي دي المرسيدس القريبة من قلبي. المهم هي ديت بقى بلدة ناردن فيستينج. ايه رأيك فيها؟ وتحبني اروح المنطقة اللي بعدها تكون فين؟ تحبني اروح يعني مثلا عند خيت هورن او اروح عند منطقة تانية تكون معروفة، ولا تحبني ان انا اروح الاماكن اللي هي مش معروفة اساسا، ان انا اكون اول شخص يعمل عنها فيديوهات؟ ايه رأيك؟ اكتب لي تحت في التعليقات، واللي انت عايزه انا هعمله لك. هي دي الكنيسة اللي احنا كنا شايفينها من فوق، انا دلوقتي وصلت لها من تحت. ايوه هي دي الكنيسة، دي الكنيسة وديت البلدية.
وانا بكده بقى اكون خلصت الجولة في ناردن فيستينج. وحابب تشوف اكتر من كده زي ما قلت لك برضو في يعني فيديو انا عملته هنا، كنت خارج خروجه كده هوت شبابيه انا وجماعه مصريين هنا هوت، هتلاقيه برضو في الاي فوق، فابقى خش اتفرج عليه. انا دلوقتي هرجع للعربيه وهخرج من المكان دوت وهشوف حاجه كلها. شوف المنظر، شوف المنظر بالله عليك، يعني بجد منظر تحفة. البيوت شكلها حلو قوي والشوارع القديمة ديت، بس في نفس الوقت الشارع فاضي فاضي، مفيش أي حد، يعني حرفيا لو اتخطفت هنا ولا حد هيعبرك. شوفوا العربية دي، أنا مش عارف بيجيبوا العربيات دي منين، بس بصراحة عجبتني. تخيل انت كده رايح تجيب عروستك الزفة في عربية زي دي، تخيل زفتك كده، تخيل زفتك كده تكون في العربية اللي زي دي، حرفيا انا اطول منها. تخيل الزفة بتاعتك تكون في عربية زي دي، والله تبقى روقان الروقان. شوف، وهو دوت بقى المتحف. هنا بيقولوا لك يوم 21 مارس في كنابل قد كده وقعت على المكان ده برضو. هو دوت المتحف. فاتح امتى؟ فاتح لحد الساعة 5. احنا ممكن نبقى نجي مرة تانية، لان الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 6:15، فاحنا ممكن دوت نجي مرة كمان. بس يعني لو حاببني اجي المتحف هنا اكتب لي في التعليقات سيف اخويا خش المتحف. وادي هنا المخابئ والمدافع بتاعتهم برضو في كل حتة. يا رب الفيديو دوت يكون عجبك، يا رب تكون استفدت اي حاجة من الفيديو دوت، وما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. واقول لك كان معك سيف مبابي من قلب هولندا وجزر هولندا. سلام.